السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ عملنا النهارده شويه مخبوزات تنفع للفطار مع كوبايه شاي بلبن، تنفع في الرحلات، تنفع ايام المدارس. حلوه جدا وتغيير شويه وكويسه خالص، واسعارها برضو بره في الافران بتبقى غاليه. هتعمليها في البيت موفره جدا ومش هتكلفك كتير. انا عملت النهارده كميه من 2 كيلو، طلعت لي كميه حلوه جدا. عملت بالعجوه وعملت بالجبنه، ومش مكلفة خالص يعني، وعملت لي كمية وفيرة خالص في البيت. تعالوا معانا هنشوف الطريقة بتاعتنا. اول حاجة هنبتدي بعجينة على النار. هنحط 3 معالق دقيق هرميين مع كوباية لبن على مية، وبنقلبهم الاول على البارد، وبعد كده بنزل بيهم على النار واقلب فيهم كويس قوي عشان ما يحصلش فيهم اي تكتلات او يكلكع معايا لحد ما يبقى معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعدين بفضيه في بولة كده او في طبق واسيبه لما يبرد خالص، لازم يبرد معايا تماما. العجينه دي بتبقى حلوه قوي في المعجنات او المخبوزات، بتخلي لك العجينه بتاعتك هشه وقطنيه وجميله قوي. انا عندي هنا 2 كيلو دقيق. طبعا بعد ما العجينه بتاعتي اللي احنا عملناها قلت لكم في الاول على النار، ما بردت حطيتها على الدقيق. ده مقدار ال2 كيلو. كيسين خميره فوريه وكيس كيك شيف. طبعا لو كيلو هتقسمي المقدار لنصين، يبقى كيس خميرة ونص كيس بيكنج باودر او معلقة بيكنج باودر. حطيت على الاتنين كيلو 6 معالق سكر، لكل كيلو 3 معالق سكر، وحطيت نص معلقة ملح كبيرة. هقلب الاول المواد الجافة بتاعتي كلها في العجين كده الاول تختلط مع بعضها، وبعد كده هنزل عليهم بقى بالمواد السائلة بتاعتي. هقلبهم بس الاول كده تقليبة، وبعد كده هبتدي بقى انزل بالمواد السائلة بتاعتي. ال2 كيلو حطيت لهم كوباية الا ربع زيت، وحط لهم كوباية الا ربع سمنة بس في الاخر مش دلوقتي، او زبدة، يا سمنة يا زبدة. اللبن ده مش لبن عادي، ده اللبن لو تفتكروا اللي احنا عملنا منه السمنة الزبدة وسيحنا منه. قلت لكم اللبن ده هينفعنا في المخبوزات والمعجنات والحاجات دي. انا بشيله في الفريزر وبعد كده بطلعه يفك شوية، بضربه في الخلاط وبيبقى معايا زي ما انتوا شايفين كده. فانا بسيبه للحاجات اللي زي كده، معجنات، بيتزا، قرص، الحاجات دي بعجنها بيه. انا حطيت الكميه اللي عندي واحتجت حبه حطيتهم في الاخر. بتحطي حبه حبه عشان العجينه بتاعتك ما تتراش، وبعد كده تحتاسي بقى انك انت ترجعي تحطي دقيق تاني والكلام ده. فانت تحطي حبه 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 باللبن او الماده السائله بتاعتك لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هنا كانت اتعجنت معايا كويس، نزلت عليها بقى بكوبايه الا ربع سمنه او زبده زي ما اتفقنا، اللي يريحك حطيه. انا حطيت كوبايه الا ربع سمنه على ال2 كيلو. بعد ما اتعجنت معايا وبقت بالقوام دوا، بصوا العجينه اهو بينضف معايا خالص. هي كده القوام بتاعها حلو قوي. هديها بس كده كام عجنه كده على الرخام، يعني هملك العجينه شويه كده في ايدي، وبعد كده هحطها ارجعها تاني في الحله واغطيها لحد ما تخمر معايا. برضو الحركه دي بتبقى حلوه قوي، انت كده بتتاكدي انك انت العجينه بتاعتك اتعجنت حلوه قوي. يعني بصوا بوريكم انها طريه ازاي، الملمس بتاعها طريه ازاي. هغطيها واسيبها لما تخمر براحتها، وهبتدي بقى اجهز في الحشوه بتاعتي. هنا كان عندي عجوه، والعجوه دي انا اللي عاملاها في البيت. لو عايزين طريقتها قولولي وانا انزل لكم الطريقه بتاعتها. حطيت لها معلقه سمنه كبيره، وهحط لها شويه سمسم ومعلقه قرفه. هنا بس حطيت الجبنه، عندي جبنه بيتا، وحطيت لها جبنه موتزاريلا وجبنه رومي او جبنه تركي مبشور. هنا بقى هبدأ اعمل العجوة بتاعتي الكور كده برضو متوسطة كده. فهدهن ايدي زيت عشان طبعا ما تلزقش في ايدي، وهعملها كور. العجينة هنا كانت خمرت معايا، هنزلها على الرخامة، هقسمها على نصين عشان طبعا على بال ما هقرص هتبقى خمرت معايا قوي. فانا هقسمها على جزئين، جزء هعمله في العجوة الاول، وبعدين الجزء الباقي هكمل بيه الجبنة، احشي بيه حشوة الجبنة يعني. حتة الميزان دي يا جماعة دي حاجة ترجع لكم انتوا. انا حبيت ان انا اوزنها بالميزان حوالي 60 جرام، يعني القطعة قطعتها على حوالي 60، من 60 ل65، علشان لما اجي اعمل القرصة بتاعتي يبقى كله قد بعضه، المقاس كله شبه بعض قد بعض، متبقاش عندي قرصة كبيرة وقرصة صغيرة، لا يبقى الشكل برضو ايه كله متساوي. يعني لو مش حابة او ما عندكيش ميزان، حاولي انك انت تقطعي قطعة العجينة بتاعتك
يعني قطع متساوية، خليهم متقاربين لبعض قوي عشان يطلعوا بنفس الشكل. طبعا انا بفرد العجينة الاول فردة متوسطة، وبعد كده بمسك العجوة بتاعتي افردها على ايدي كده، اخليها مدورة واحطها، وبعدين اقفلها بايدي كويس قوي. وبعدين بحط كده غطا ازاز او اي، لو عندك قمع بتاع كريم شانتيه ولا حاجه اللي احنا بنزوق بيه ده، تحطي مثلا في النص هيعمل لك شكل دايره يعني. وبعد كده بالمقص وتقصيها كده على شكل ورده. اوريكي واحده تاني برضو. بصوا العجوه انا بفردها بين ايديا علشان لما اجي افرد القرصه بتاعتي ما تبقاش العجوه في النص بس، لا تبقى كلها مليانه عجوه، يبقى القرصه بتاعتي كلها واخده العجوه. برضو بقصها بالمقص كده، الشكل ده حلو قوي. وبرصها. هوريكم برضو واحدة تاني، عايزة تفرديها بايدك تفرديها، عايزة تفرديها بالفردة دي تفرديها براحتك. بتلميها كده وتقفليها كويس، وتروحي الحتة اللي انت قفلتيها تقلبيها من الناحية التانية وتبططيها كويس قوي. وبعد كده تعملي الدايرة دي مش عشان الشكل، علشان تحدد لي وانا بقص بالمقص كده العجينة على مقاسها بالظبط، تبقى متحددة كويس يعني. هعمل لك واحده تاني برضو هي عشان تشوفيها، هي طريقتها سهله خالص. تقفليها كويس كلها، وبعد كده تلميها، والحته اللي انت لميتيها دي تقلبيها من الناحيه اللي تحت وتبططيها كويس. وبعد كده تحددي الدايره من النص وتقصي، عشان لما تيجي تقصيها بالمقص تطلع كلها معاكي بنفس الشكل. كده احنا خلصنا اللي بالعجوه وسبناه غطيناه سبناه يخمر، لازم تسيبيه يخمر. هبتدي بقى ايه ده، نص العجينه التاني او الجزء التاني من العجين انا هقطعه، وبرضه هوزنه بالميزان. معلش استحملوني شويه علشان بس برضه زي ما قلت لكم شكل بس القرصه اللي انا هعملها تبقى كلها شكلها واحد قد بعض ومتساويه. دي بس اللي هي بتاعت الجبنه هكبرها شويه، يعني حوالي مثلا 70 جرام كده. هبتدي اوزنها كده واركنها على جنب، بعد كده هبتدي بقى انا ايه اكور فيها ايه مره واحده يعني. ما بتاخدش وقت والله خالص يعني، هي بس مجرد للشكل زي ما احنا اتفقنا. يا ريت يا جماعه اعملوا متابعه للصفحه كده، واعملوا لايك، وسيبوا لي تعليق حلو كده منكم. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يدخل على اليوتيوب عندي على القناه ويشترك ويعمل اشتراك. بس انا بقفلها كده وبدوس عليها كده بايدي وبقفلها على طول. اخلص الكميه بتاعتي وهغطيها عشان ترتاح شويه، عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بسهوله. طبعا انا شغلت الفرن من اول ما ابتديت اعمل في النص العجينه الباقي، شغلت الفرن علشان تكون اللي بالعجوه خمر. ابتدي بقى ايه اسوي على طول، لان انا زي ما احنا اتفقنا احنا عامله كميه، انما لو انت عامله كيلو هتخلصي الكميه بتاعتك كلها، وبعد كده تشغلي الفرن يكون خمر وتعمليه على طول. طبعا انا هنا عملت من فوق حطيت لها لبن. انا ما بحبش احط بيض على المعجنات بتاعتي، ما بحبش ريحه الزفاره خالص بتاعه البيض، فانا بحط لبن وحطيت له معلقه سكر بس وخلاص. على كده بحطه على الوش من فوق، وهتشوفوا دلوقتي لونه احمر، واكيد يعني شفتوه في اول الفيديو لونه احمر ازاي من غير بيض ولا اي حاجه. وفي النص كده حطيت لها شويه سمسم. دي اللي بالعجوه اهي. وادي الصاج التاني برضو كان خمر، برضو هحط له من على الوش كده لبن دهنه بسيطه، وهحط عليه السمسم في النص كده كشكل يعني. وفي نفس الوقت برضو السمسم جميل ومفيد وطعمه بيبقى حلو قوي في المعجنات. هنا بقى هنعمل الشكل التاني اللي هو بالجبنة. بفردها كده بالطول مستطيلة، بحط الجبنة وبقفلها زي نص دايرة كده عليها، اقفلها كويس قوي عشان الجبنة ما تطلعش منها وتسيح. وبعد كده بعمل زي خطوط على الحرف، ما بوصلهاش للاخر يعني، في اخر العجينة كده في اخر ما بفردها بعمل خطوط كده زي ما انتوا شايفين، بس ما بوصلهاش للاخر. بقطعها بالقطاعة كده خطوط متساوية بس مش للاخر، عشان تديني الشكل اللي انتوا شفتوه ده اهو. اظن بصوا شكله واضح هنا يعني. بقفلها كويس قوي، اهم حاجه تقفليها من الجناب كويس عشان الجبنه ما تطلعش منك من بره وتسيح وتلزق في الصينيه بتاعتك او الصاج بتاعك. هوريكم برضو واحده تاني اهي،
بحط حشوة الجبنة على الحرف وبقفلها نص دايرة وبقفلها كويس برضو دي الاول، وبعد كده بلف لفة والتانية وبروح مقفلاها من الجناب برضو كويس، واقفل من تحت عشان برضو ايه ما تفكش مني لما تخمر ولما تدخل الفرن كمان. هعمل لك واحدة تاني برضو اهي عشان تتأكدي برضو، هي طريقتها سهلة خالص. اهم حاجة تقفليها زي ما اتفقنا على الجناب كويس اول من تحت برضو علشان لما تستوى ما تفكش معاكي، ولما هتخمر برضو هفك معاكي على فكرة لو ما قفلتهاش كويس. هي الصورة وقفت هنا ولا ايه؟ طب احنا هنحط الفرن بتاعتنا هتشغلها على 180 درجة، وهنحط المعجنات بتاعتنا على الرف الوسط بتاع الفرن، يعني على الشبكة. بتشغلي المروحة لو عندك مروحة، لو ما عندكيش هتسيبيها لما تتحمر تاخد معاكي لون، وبعد كده شغلي الشواية حاجة بسيطة خالص بس تخلي بالك علشان ما تتلسعش منك. ده لو ما عندكيش مروحة. انا عندي مروحة في الفرن فما احتجتش ان انا ايه اشغل الشواية، يا دوب على طول كنت بحطها بتاخد معايا لون على طول. ده اللي هو بالجبنة بعد ما خمر دهنته برضو باللبن وحطيت له من فوق حبة البركة وسمسم. هنا بقى بعد ما طلعت معانا اللي بالعجوة، بصوا شكلها حلو قوي ازاي ولونها احمر ازاي من غير لا بيض ولا اي حاجة. جربوها باللبن بس وبتبقى تحفة تحفة. ولما تطلع من الفرن غطيها بحتة قماشة وحطي على القماشة دي كيسة، وبعد كده غطيها بقماشة تانية وسيبيها شوية لما تبرد. تيجي تمسكي القرصة بعد كده هتلاقيها طرية قوي وهشة معاكي وقطنية وفظيعة، مش هتبقى ناشفة معاكي ابدا. بس اسمعي زي ما انا بقولك، غطيها الاول بقطعة قماشة وبعد كده كيس على القماشة دي وبعد كده بحتة قماشة تاني. طبعا دي مش الكمية كلها اللي احنا عملناها. بصوا بصوا الجبنة بقى بتنط من جوه ازاي وهشة وجميلة ازاي، ودي اللي بالعجوة برضو طرية وجميلة جدا. دي مش الكمية كلها اللي احنا عملناها، ده جزء بس اللي انا سويته وكان لسه عندي في الفرن لسه مستواش، وكان لسه كمان عندي على الرخامة لسه كمان في صواني لسه مستواش. بس ده اللي انا ايه وريت لكم بس في الاخر، يعني ده الشكل بتاعه عامل ازاي. بجد كانت طعمها جميل قوي، اللي بالجبنة طعمها حلو قوي واللي بالعجوة طعمها حكاية. دلوقتي القرصة دي بتتباع في الفرن ب10 جنيه. انتي عملتي كمية كبيرة، لو عملتي بكيلو دقيق بس هتعملي ما شاء الله، يعني هتملي بيتك بالحاجة دي. وطبعا حاجة نظيفة انتي عاملاها بايدك انتي، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله.